ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهاردة هكلمكم عن ماتش الأهلي وبورتو. طبعا أنا طالع أتكلم لأن أنا كنت متأكد من اللي هيحصل في الماتش، عارف إن إن آخر ماتش الأهلي دايما بيلعبه في كأس العالم، اللي هو الماتش اللي ما بيبقاش فارق بنسبة 90%، أو الماتش اللي ملوش لازمة أو ملوش، أو مثلا مش هيحصل تأهل أو حاجة بنسبة 100%، يعني دايما الأهلي بيأدي بأفضل صورة. معرفش ايه السبب يعني، بس هو ده اللي بيحصل مع الاهلي في كاس العالم في معظم الوقت. فسيناريو كل كاس عالم، يعني ايه سيناريو كل كاس عالم؟ يعني الخروج المشرف من اخر مباراة دايما كده تعمل اداء قوي جدا وتكسر الدنيا، وزي ما حصل وزي ما شفنا. بس طبعا في اختلاف المرة دي. ايه الاختلاف؟ انا مش شايف ان السيناريو المرة دي حتى مشرف. اول سبب هو لان احنا كل اللي كسبناه في الماتش ده من بعض اللاعبين، اللي هم ان شاء الله باذن الله يعني يبقوا اضافه للفريق الموسم الجاي. ان اللعبه دي احنا كسبناها، هم كام لعيب بس كسبناهم، يعني مش عدد كبير برضه، بس كام لعيب كسبناهم خصوصا في الناحيه الهجوميه. تمام. لعيب زي محمد علي بن رمضان ده طبعا لازم اساسي معانا، اليو ديانج لازم اساسي معانا، وسام ابو علي طبعا مفيش خلاف عليه. مين تاني؟ يعني انت مثلا بتتكلم زيزو، طبعا مفيش خلاف عليه. ففي لاعبين، لا في لاعبين انت كسبتها، هنقول في البطوله عامه يعني. ده اللي انت طلعت بيه من البطوله بس تقريبا، زائد الفلوس تقريبا اللي انت خدتها وخلاص. لكن غير كده احنا ما عملناش اللي من المفترض نعمله في البطوله يعني، او اللي كنا نفسنا نعمله او نفسنا نحققه وبنحلم بيه في البطوله. طيب، هو ليه خروج غير مشرف؟ خروج غير مشرف بسبب انك يعني ما كنتش قوي في المباراة في جميع خطوطك، تقريبا خط الوسط والهجوم، لكن من أسوأ مباريات الفريق على مستوى الدفاع وعلى مستوى حراسة المرمى. من أسوأ مباريات الفريق، انت دخل فيك 4 أهداف وكلهم بأخطاء ساذجة، سواء دفاعية أو من حراسة المرمى، من نفس الناس كل مرة، سواء في الدفاع أو من الشناوي. يعني ما فيش جديد، بنفس السيناريو بنفس كل حاجة. يبقى الهجوم جايب اخره، خط النص والناس عامله مباراه 10 على 10 قويه جدا، ويضيع المباراه خط الدفاع بالحارس المرمى، بدليل ان معظم الاهداف تحسها ورا بعض. يعني انت تجيب جون، الاهلي يجيب جون، هم بعدها بثلاث اربع دقائق يجي يتعادلوا، وكذلك الماتش شغال على كده. انا مش عايز اتكلم يعني عن المباراه على فكره، ولا احلل اداء، لانها مباراه اصلا زي قلتها، وزي ما قلت يعني مكسب لبعض اللاعبين اللي ادوا بشكل كويس. ويا ريت طبعا ما نشوفش تأليف من المدرب في التشكيل، ونشوف اللاعبين دول أساسيين على طول من بداية الموسم. ولو في معسكرات أو في ماتشات ودية أتمنى يعني هتتلعب، نشوف اللاعبين دول على طول نثبت تشكيلنا. الفكرة ان انا عامل الفيديو علشان اقول لك شكل الفريق، او الشكل اللي المفروض الفريق هيبقى عليه الموسم الجاي، والتشكيل والصفقات اللي المفروض هتيجي، واللاعبين اللي هتمشي اللي هم المفروض كتير اصلا. ايوه، زي ما بقول لك كده، الفريق عايز صفقات على مستوى الدفاع وحراسه المرمى. جبنا صفقات كتير لكن هجوميه وخط وسط. لكن انت على مستوى حراسه المرمى عايز، يعني عايز حارس مرمى بديل لشوبير، يا اما الشناوي يقعد بديل لشوبير. ده اللي انا شايفه، مفيش فيه خلاف عليه يا جماعه من الاخر. واي لو الشناوي بدأ السنه الجايه هو حراسه المرمى وبقى هو الاساسي، يبقى كده كما هو متوقع يعني، يبقى كده الموضوع ماشي خلاص، هي واسطه وكوسه، ده هي ما فيش حل تاني غير كده. لان احنا شايفين الشناوي عمل ماتش كويس، الشناوي اول ماتش، بعد كده خلاص. ما هي يعني اهداف غريبه بتدخل يا جماعه، يعني كل التسديدات، معظم التسديدات من بره بتدخل، وللاسف ما فيش حركه. يعني يا ريته حتى بيحاول على الكوره كعاده الشناوي. تسديدات من بره، يعني سبحان الله، تسديدات من بره دي نقطه ضعف كبيره جدا عنده. اي لاعب ركن كوره جون، اي لاعب شاط كوره جون لو شاطها مظبوط بين الثلاث خشبات. فلا، حراسه ضعيفه جدا يعني. طيب، دلوقتي المفروض احنا عايزين صفقات على مستوى الدفاع وحراسه المرمى. طبعا في لاعبين لازم تمشي، مش بس عشان مستواهم، ولكن علشان اللاعبين دي وجودهم ضرر على الفريق وضرر على باقي اللاعبين، بسبب انهم بقى عندهم حته لا مبالاه وبرود كروي وعدم غير على التيشيرت اساسا. ومنهم لاعبين صبرنا عليهم 10 سنين، مش سنه ولا اتنين والله. طبعا انتوا عارفين انا بتكلم على مين. لاعبين صبرنا على 10 سنين، واحد زي محمد هاني ده صبرنا عليه كتير قوي،
كتير قوي، ولغايه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي ما حدش انتقده لغايه دلوقتي. بالعكس، ده انا سمعت ناس بتقول ان ده جري كتير والله، اصل الملعب والله ده 100 متر ده بيجري، ده يعني ربنا يكون في عونه هيعمل ايه. فسمعت كمان تطبيل، والناس بتطيب بخاطره سبحان الله يعني. مفيش غير محمد فارس بس اللي انا شايفه شجاع شويه في الحوار ده، وانتقد محمد هاني كذا مره، يعني تحسه حاسس شويه بالجماهير وبخنه الجماهير من محمد هاني، اللي هو اللعمه يشوف محمد هاني عامل ازاي، واسوأ لاعب في المونديال عموما يعني، مش في الاهلي بس يعني. بس طيب، ومن اللعيبه اللي انا بقول لك عليهم دول برضه اللي هم المفروض يمشوا، لاعب زي قفشه اعتقد كفايه، الشحات كفايه، محمد هاني كفايه، مين تاني مثلا؟ في ناس كتير طبعا، ندفد مع السلامة، خالد عبد الفتاح مع السلامة، يحيى عطية الله مع السلامة، مين تاني؟ كوكا أعتقد برضو في الناحية الشمال دي ملوش دور، وخط النص بقى مزدحم جدا وهو برضو خط وسط، فهو اتظلم في دي، بس لو هيلعب باك شمال يبقى مع السلامة. كريم الدبيس برضو يبقى مع السلامة، يبقى بديل للمفروض باك الشمال بتاع الأهلي الأساسي يجي، يا كريم الدبيس يبقى بديل، يا إما مع السلامة برضو. لا، في لعيبه كتير لازم تمشي، لازم تمشي يعني خالص يعني، وعلى رأسهم زي ما قلت لكم قفشه والشحات ومحمد هاني، لان الفريق في وجودهم بيعاني جدا يا جماعه، والله الفريق في وجودهم بيعاني من كل حاجه بقى، من كل حاجه. اللعيبه بقى عندها برود. امبارح الشحات حتى طالع بعد الماتش يتكلم يقول لك على الكوره، حتى بيعلق على الكوره اللي هي كان في ماتش انتر ميامي اللي كانت ممكن تخلص لك 3 نقط سهلين جدا، بيقول اصل بتحصل وما بتحصلش وعادي ومش عادي وفي كل الماتشات وانا حاولت ومش حاولت، اللي هو بيتكلم ببرود جدا يعني، هو عادي يعني، مش فارق له ان ممكن كان الماتش ده اساسا هو اللي اهلك من الاول يعني. فلا، العقليه اللعيبه يا جماعه اتغيرت، مش الاداء بس، العقليه كمان اتغيرت. الاداء ممكن يتحسن، ماتش اتنين تلاته يبوظ ممكن يتحسن، لكن العقليه تتغير عمرك ما هتتحسن، بالعكس انت هتضر زمايلك كمان. فاعتقد ان هم يمشوا ده افضل للاهلي يعني، وافضل لهم هم كمان يعني، يمكن يتالق في فريق تاني يعني بنفس العقليه. اخر حاجه عايز اتكلم عنها يا جماعه، الجماهير والملحمه كالعاده. نصيحه اقولها، بص يا جمهور الاهلي، خليك مقتنع انك صاحب الفضل بعد ربنا على الفريق، انا على الفريق وصل له وبيوصل له واللي لسه هيوصل له، مش بس عشان التشجيع، لا علشان الدعم، لان بسببك ممكن الفريق يحصل على مكاسب ماليه ضخمه. يعني المنظمين لكاس العالم نفسهم كانوا قالوا ان في امتيازات للفرق الجماهيريه، في امتيازات للفرق الجماهيريه، سواء على مستوى الحضور او على مستوى الفلوس حتى، والجوائز الماليه اللي بتتاخد، يعني حتى الجوائز الماليه اللي بتتوزع على الفرق، راوا حته الفرق الشعبيه او الفرق الجماهيريه الكبيره ان هم ليهم نصيب الاسد من الجوائز. فده تاثير قوي من جماهير الاهلي انها لها الفضل على الفريق، فانت سبب رئيسي في الامتيازات دي، سواء فلوس او دعم من اي جهه بقى او شركات راعيه حتى. يعني الشركات الراعيه دي لما بتيجي على شاطر منتجها يتشاف ويتعرف، لانها بتيجي للفريق الاشهر، للفريق الاشهر. مهما كنت بتكسب، مهما كنت قوي، طول ما انت يعني مالكش قاعده جماهيريه عريضه، هيبقى الرعاة بتوعك اقل من الفريق اللي جماهيره اكتر. دي حاجه معروفه مفيش فيها كلام، لان هم عايزين الماركه بتاعتهم تتعرف، ملوش علاقه تكسب ما تكسبش طز عادي يعني، هم ملوش علاقه ببطولاتك، هو مش محتاج بطولاتك، هو محتاج ان انت والله كم واحد بيتابع ماتشات الفريق ده، كم واحد بيشجع الفريق ده، هو ده الفريق اللي انا هكثف جهودي عليه، وهو ده الفريق اللي انا هخليه يبقى، انا هخليه مثلا يرعى المنتج بتاعي بس. فطبعا الجماهير طبعا بتبقى سبب رئيسي في الامتيازات دي، سواء فلوس او دعم من اي جهه او شركات راعيه بتدفع فلوس علشان الشعبيه، كل فلوس بتدخل النادي بسبب الجماهير، ولا حتى راجل اعمال بيدعم الفريق، كل ده بسبب الشعبيه، بتجري على الفريق الشركات بسبب شعبيه الفريق لانها كسبانه بسبب شعبيه الاهلي، وان الجماهير هتكون هي السبب في مكاسب له او لشركاتهم. طبيعي جدا يا جماعه. فخليك عارف يا جمهور الاهلي ان انت بعد ربنا ليك الفضل الاساسي والنصيب الاكبر في اللي الاهلي وصل له وهيوصل له ولسه هيوصل له اكتر واكتر يعني. دول كلمتين كنت حابب اتكلم فيهم يا جماعه، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي يعني في الايام الجايه ان شاء الله، ويعملوا معسكر كويس جدا. المعسكر كانوا بيقولوا احتمال يبقى في دوله اوروبيه، ممكن في النمسا او في اسبانيا. فان شاء الله باذن الله بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله برضو ندعم المدير الفني. انا شايف ان احنا ندعمه لان لسه برضو جديد يعني، وعمل ماتش كويس اخر مباراه، واكيد لسه بيتعرف على اللعيبه برضو، فان شاء الله باذن الله ندعمه. وان شاء الله في الجماهير ان شاء الله باذن الله ورا النادي برضو. وان شاء الله من نجاح لنجاح للنادي الاهلي، وربنا يكرمنا في البطولات الجايه باذن الله. شكرا يا جماعه، السلام عليكم.